ازيكم عاملين ايه؟ في اتنين بقى مصريين، تلاتة مقيمين في اسطنبول. للأسف حبوا يعملوا نفس الحركات، التحرش والحركات الزبالة اللي بيعملوها في مصر. فجم على شاطئ من الشواطئ وروحوا صوروا بنات أتراك. طبعا البوليس مسكهم في لحظتها وفتش الموبايلات ولقى صور البنات محطوطة وفيديوهات وتقريب وتبعيد وحاجة في منتهى قلة الأدب. والمشكلة إن هم رجالة كبار بشنبات، يعني مش عيال مراهقين حتى، لا ده رجالة كبيرة. وللأسف إن إحنا بقينا في كل وسائل الإعلام التركية، لأن كل وسائل الإعلام أخذت الفيديو وأخذت الفيديوهات اللي على موبايلات الحلوين المتحرشين القذرين ونشرتها. ودلوقتي المصريين على كل سام في اسطنبول وتركيا كلها. فأنا عايزة أقول حسبي الله ونعم الوكيل في النصابين اللي جابوهم، وحسبي الله ونعم الوكيل في السلوكيات الزبالة وعدم التربية، علشان انتوا تبوظوا سمعتنا واحنا عايشين بقالنا سنين في البلد دي راسنا براسهم، تيجوا علشان تعملوا فينا العمايل دي. واتمنى ان اللي اتمسكوا دول ياخدوا اقصى عقوبة ويتربوا ويكونوا بقى مثال لغيرهم. تمام؟ اتربوا بقى والنبي اتربوا. على فكرة هسيب لكم الفيديو في اخر الفيديو ده، اتفرجوا عليه وقولوا لي رأيكم بقى. بص يا باشا، دول بقى التلاتة واقفين مركزين مع البنت اللي معدية. طبعا ده عندنا في مصر عادي، ويقعد يصور ويقرب ويتكلم ويقول لها كلمتين ويعمل لها بعينيه ويعمل لها بحواجبه، عمر ما حد هيكلمه ولا يقول له عيب. وهي لو جت تتكلم هيقولوا لها انت السبب، انت اللي خليتيه يبص عليكي. فهنا البوليس بقى في كل حته، قولوا تعالى يابا، تعالى حبيبي كده، لان انت في بلد بتحترم الست، بلد فيها قانون، فانت هتتربى. تعالى حبيبي تعالى. هتشوفوا وتتفرجوا بقى على قلة الأدب اللي موجودة على التليفونات التلاتة الشايبين العايبين. مهزلة أقسم بالله. شايف الراجل بمنظره عامل ازاي؟ على فكرة اللي زي دي قناة تلفزيونية تركية، احنا اتفضحنا، احنا ما عادش لينا وش في وسط الأتراك اللي كنا زينا زيهم. اتفرجوا على مناظرهم عاملة ازاي. امسك القهوة، امسك القهوة يا برنس، امسك القهوة. انتوا هتتعلقوا. واتمنى ان هم يعملوا فيكوا اقصى عقوبه ممكنه بامانه. يعني حسبي الله ونعم الوكيل في اللي دخل الاشكال دي وجابها. احنا كنا عايشين بكرامتنا وباحترامنا. هتيجي بقى قناه تانية، لا ما هو قنوات اخدانا بقى تسليه، اخد المصريين المتحرشين. فضحتونا، الله يخرب بيوتكم. يعني رجاله شايبه وعايبه ما عندهاش ذره تربيه. ما هو العيب على الاهالي، على فكره العيب على الاهالي اللي ما بتربيش. ما الناس دي اتربت ان هي تعمل اي حاجه في الست محدش يقول لها عيب.